لان الملك محمد السادس هو المسؤول الاول على ما يقع في المغرب، ماشي عزيز اخنوش، ماشي وهبي، هادو غير بياض مليار كل نهار كتمشي للقصر. هذه رساله موجهه للشعب، الشعب الفقير الحقير اللي مغلوب على امره. راه قلت لكم الفلوس راه تهربات لبرا، راه اللي ضرب الضربه ديالو راه هرب الفلوس لسويسرا وبنما. كاينين نوايا ديال الانقلاب والاطاحه بالملك محمد السادس، والاحرار ما كيخافوش من قول كلمه الحق. راه كيناقشوا هذه الامور في القصر ديال التنصيب ديال الحسن السابع في العرش. شراو لا جينيراسيون زاد، شراو الصحفيين، شراو الاعلام، شراو كل شيء تقريبا. خرجوا لنا واحد المسرحيه ديال واحد دات ليه شي وحده 900 مليون ودابا كان خدام في الارام وشويه ولا كينعس في الزنقه. عندكم دوله ديكتاتوريه تحت غطاء ديمقراطي. النظام المخزني اخيرا استطاع ان يشتري حركه جيل زاد برمتها بثمن بخس. وحركه جيل زاد اللي كما كتعرفوا كتنشط على منصه ديسكورد قبلات الانبطاح والعبوديه والرضوخ، لان هذه المطالب هما مطالب مشروعه، والسياسيين وهما عارفين بانه كاين مشكل في الصحه والتعليم. والحركه ديال جزاد عارفه ومتاكده 100% ان الصوت ديال الشعب راه وصل للقصر ووصل للملك، ومع ذلك الملك لم يعير اي اهتمام لهذه الحركه ولا هذه الاصوات المزعجه. وبالتالي المره الاولى صيفط لهم المخزن، عطاهم العصا في الشارع مزيان. كاين اللي قطعوا ليه رجليه، كاين اللي عدموه، كاين اللي جلسوا على القرعه. الشباب اللي ما دايرين والو عطاوهم اكثر من 10 سنين يعني بدون هدف. يعني هذه الحركه كلها ادت الى اعتقال الابرياء ودرت بزاف ديال المشاكل. انا كنهضر على لا جينيراسيون الحركه، يعني زاد اللي كتدعو الى الصحه والتعليم، ودابا كيناديو بمظاهرات سلميه بالورود وبالطباله والغياطه وبهذا. ملي كيربح المنتخب وكتكون تجمعات وهذا، هذوك ما كيتسماوش تجمعات مزعجه، كيتسماو احتفال. ولكن ملي كيخرجوا ولاد الشعب باش انهم يطالبوا بالصحه بالتعليم بالعداله الاجتماعيه، هنا كيوليو كيشكلوا خطر على الاستقرار ديال البلاد، وكيوليو يشكلوا خطر على الملكيه وعلى المخزن الى اخره. المغرب غارق في المشاكل من غير الصحه والتعليم والعداله الاجتماعيه والعبوديه. وراكم عارفين المغرب مازال فيه العبيد للاسف، فيه العباد، فيه المنبطحين، سواء اللي واكل مع النظام سواء اللي ما واكلش. ومع ذلك كتلقاه كيدافع بدون وعي عن جهل، وكيدافع على الجلاد ديالو. وهنا راه ديما كنقولها، انا ماشي حاقد على المغرب، بالعكس انا باغي البلاد انها تزيد لقدام، اننا نريحوا للطبله نحلوا المشاكل الحقيقيه. الا كان الملك محمد السادس كيخرج برا المغرب 8 شهور وكيريح في المغرب شهرين ولا 3 شهور غير باش يدشن هنا ويشوف هذا ويسني على هذه الاوراق وهذا، والميزانيه مليار كل نهار، مليار كل نهار كتمشي للقصر. راه هنا راه خصنا نربطوا المسؤوليه بالمحاسبه، لان الملك محمد السادس هو المسؤول الاول على ما يقع في المغرب، ماشي عزيز اخنوش، ماشي وهبي. هادو غير بيادق عارفين كيفاش يمارسوا السياسه، زايد عليها عارفين كيفاش انهم يجيروا القطيع، وبالتالي كذلك عندهم الفلوس باش يرضخوا اي صوت مزعج. شراو لا جينيراسيون زاد، شراو الصحفيين، شراو الاعلام، شراو كل شيء تقريبا. والمسؤولين ملي شافوا بان هذا الشيء ديال المظاهرات والاحتجاجات ممكن يؤدي لشي ثوره تكون خايبه، يوقع شي انقلاب خطير على المغرب، خرجوا لنا واحد المسرحيه ديال واحد دات ليه شي وحده 900 مليون ودابا كان خدام في الارام وشويه ولا كينعس في الزنقه، وكان عنده الورد بزاف في الصويره. وهذا الخريف هذا، لان هذا الخريف عزيز على الجهلاء والقاطع في المغرب، عزيز عليه يسمع على هذه القصص ويتعاطف معاهم، لان المغاربه راه كرماء في الاخر يعني في الاول وفي الاخر. يعني علاش هذه المسرحيات كامله؟ باش اننا ما نعالجوش المشكل من الاساس، يعني المشكل ديال الصحه نجلسوا على الطبله ونعالجوا المشكل ديال التعليم، ونحققوا العداله الاجتماعيه والكرامه والحريات، ماشي العبوديه وسكوت انت وهذا. علاش غتفرض عليا انا الاراء ديالك؟ انا الاراء ديالك بالنسبه لي انا مجرد خرافات. والاحرار ما كيخافوش من قول كلمه الحق لاي جهه كانت.
اذا الملك محمد السادس هو المسؤول الاول والاخير على ما يقع في المغرب، سواء جبتوا لنا مسرحيات جديده ديال واحد دات ليه وحده 900 مليون كان خدام في الاهرام وكان ما نعرف شنو، ولا المنتخب ديال قل من 20 عام غير ربح كاس العالم. يعني يقدر يربح كاس العالم، لانه بالتالي في هذا الوقت بالضبط خصو يربح كاس العالم باش تنوض ديك ينقلب السحر على الساحر. ياك بهذا المثال والله ما عرفت نقدر نقولوا صحيح نقدر ما نقولوا صحيح. المغرب غينقسم الى فئتين، الفئه الاولى هي الفئه الاغنياء، هذوك مدبرين، هذوك هما الزليجيه اللي كيدافعوا على الزليج، على القفطان، على داك الشيء الزوين وهذا، لانه ضربوا الضربه ديالهم شحال هذه، وكاين دابا حاليا اللي كيضرب الضربه ديالو ومازال كيستافد من الدعوه التزليجيت والتقفيطنيت بحال هذا الاسلوب هذا وبهذه المصطلحات هذه، لانه حنا ما عندناش غير الزليج، ولا عندنا احسن مغرب في العالم، عندنا كل شيء، عندنا المعادن، عندنا الطبيعه، عندنا الصحراء، عندنا الروينه الكحله، ومع ذلك هذا الشيء كله هو كنضربوا. يعني الانسان راه اناني، تشوف واحد من الناحيه راه كتلقى الانسان اناني، سواء المسؤول سواء الشعب. يعني الروينه الكحله قلتها لكم في الفيديو اللي قبل، راه عندنا مشاكل في العمق، راه الا مازال ما حليتوش المشاكل التاريخيه عمركم غادي تحلوا هذاك المشكل ديال المغرب. هذا كان هذه رساله موجهه للشعب، الشعب الفقير الحقير اللي مغلوب على امره، راه ما عندك ما دير. الشباب يخرجوا كاع للزنقه وهذا راه ما واخا تجي مليون حركه ديال جيل زايد. اذا المغرب من هنا لقدام راه ما غيبقاوش فيه ولاد الشعب للاسف، غيبقاو غير فقراء، والاغنياء راه هما اللي غادي يشدوا السلط، لان كاع الدول على مر التاريخ اللي سبقوا تيرانات وسبقوا السليج والتخربيق كامل على المشاكل الحقيقيه، المصير ديالهم هو الدول المتخلفه، الدول اللي كينبت فيها الجهل والخرافه، والدول اللي مكروهه، والدول اللي كدير منها الدول المتقدمه الطونسيون في كل شيء. راه كتمشي كتدفع غير الفيزا لشي دوله متقدمه كيدوزوا لك السكانير، لانك جاي من واحد البيئه متخلفه، خصك سنين اللي قطعوها هما باش انك توصل للنيفو ديالو. وعندكم كريديات بزاف، خديتو كريديات، دونك الشعب هو اللي غادي يخلص. راه قلت لكم الفلوس راه تهربات لبرا، راه اللي ضرب الضربه ديالو راه هرب الفلوس لسويسرا وبنما. ايوا بقى انت حل فمك، عاد صحابك الذباب الالكتروني هو اللي غادي يحرر لكم البلاد من الفساد وهذا. راه ما كاينش اللي يتسوق لك، لا الملك محمد السادس ما غاديش يتسوق لك، لا المسؤولين، لا المخزن، لا هم يحزنون، لا حتى ديك الحركه ديال جزاد اللي كتنشط على الديسكورد اللي كتدعي انها صافي دابا ولاو فيها انقسامات، باعوا الماتش. الحركه ديال جين زاد ما بقاتش حركه، ولات غير واحد التكتل مجهول، يعني لا قيمه له، ما كاينش، ما عندوش مصداقيه، لان الاغلبيه كما قلت لكم ديال المسؤولين ديال لي زادمين ديال حركات جين زاد عايشين برا المغرب، وكاين اللي عنده نوايا خبيثه ديال المغرب، لانه تحت غطاء ديال سلميه، ولكن من تحت اخر كاينين نوايا ديال الانقلاب والاطاحه بالملك محمد السادس مع الشعب، كاين اللي مع الملكيه. ولكن انا كنظن بان الملك هو ذاك الرمز اللي كيجمع البلاد، اللي كيجمع الامه وكيجمع المغرب، وكنظن بانه خصو يتنازل على بعض المهام وبعض المسؤوليات وبعض السلطات، ويبقى كرمز مقدس عند العياشه، ويبقى يعني كشخص اللي عنده واحد الوزن تاريخي في المغرب. والمشكل ديال الصحراء الغربيه ولا المغربيه ولا ما نعرف، المهم وقع فيها مشكل. دابا راه الحسن السابع اللي غيتنصب كملك العرش من بعد محمد السادس، من بعد محمد السادس من طبيعه الحال، لانه دابا راه كيناقشوا هذه الامور في القصر ديال التنصيب ديال الحسن السابع في العرش، لانه غيخلي ليه واحد المشكل كبير ديال الصحراء المغربيه ولا الصحراء الغربيه، ولا لان هي في الصراحه سميتها الصحراء الغربيه، يعني جات في الغرب. والشيء اللي كاين الاخوان، يعني مازال عندنا مشاكل كبيره ومشاكل ثقال ديال بصح. كنتمنى انكم تفكروا شويه بالعقل ديالكم وتحلوا مخكم، وكل واحد يساعد من الجهه ديالو، يكون المسؤول على راسو، ويحاول انه يتعلم لراسو، يحاول يحافظ على الصحه ديالو لراسو. واللي كانت لا جينيراسيون ديال زياد هي جينيراسيون ديال النت،
ديال الانترنت انهم يحاولوا يلقاو حلول لراسهم. هادشي اللي كان الاخوان، راه المغرب انا كنشوفوا يسير بسرعتين من جهه ديال الزلايجيه ومن جهه ديال الناس اللي عندهم فلوس لو ماروك، وكيسير بسرعتين نحو الخلف الناس اللي ما عندهم والو، الناس اللي يعني عامه الشعب. هادشي اللي كان الاخوان، وكنتمنى من الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير وتهلاو في راسكم. حنا راه ما حاقدينش على البلاد، حنا راه كننتقدوا البلاد. راه كاين الفرق ما بين الانتقاد وما بين الحقد. راه ما كاينش شي حد كيحقد ولا كيسب في البلاد ديالو ولا لا، بالعكس حنا بغينا بلادنا انها تكون احسن بلاد في العالم. بغينا بلادنا ما يكونش فيها العبيد والمنبطحين والمستلاذين والاوباش. بغينا الناس يكونوا واعيين راقيين. هادشي اللي بغينا في البلاد. اما البلاد ديال المقدام وديال المخابرات وديال المخزن وديال العصا لمن عصا وهذاك التخربيق، دونك ما كاين لا ديمقراطيه. لهم يحزنون بهذا النظام. عندكم دوله ديكتاتوريه تحت غطاء ديمقراطي. تحيه الاحرار والتحيه لكل من يساهم في تنميه المغرب ولا لو ماروك ولا الموروكو. بيس ليكم، ديروا ابوني واشتركوا في القناه وتسناو الفيديو الجاي.